السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألتني ان احنا بنشغل المكنة بس الشاشة بتفضل لونها اسود ما بتنورش مع ان المكنة شغالة ودايرة وكل حاجة، فانا جاي دلوقتي اعرفك حل المشكلة دي ايه. بس عايزك تعمل اشتراك في القناة وتصلي على النبي ولايك للفيديو وتعالى بقى اعرفك. احنا هنا فكين الظهر، تمام، فكين ظهر المكنة من فوق، تمام. البوكس اللي قدامك دوت في المكنة الالوان بيبقى فيه رمتين، رمة هنا اهي، والمفروض بيبقى فيه رمة هنا جنبها، تمام. بس احنا طبعا خالعين الرمة علشان نعرفك المشكلة في ايه. انت هتفك الرمة دي والرمة دي، تمام، وتنضفهم كويس بأقاي وتنضف مكانهم. بعد كده ترجع تركبهم وتقفل الظهر بتاعك وان شاء الله المكنة هتشتغل معاك. فاحنا دلوقتي اهو طفي المكنة، تمام، وهنحط الرمة بعد ما احنا نضفناها. في المكنة الألوان بتبقى رمتين، تمام. احنا كده مركبين الرمتين، هنبدأ نشغل مكانتنا. تيجينا على الشاشة هتبص تلاقي كلمة ويلكم ظهرت معاك. بالنسبة بقى للمكنة الأبيض وأسود فبتظهر كلمة ويلكم بس، الشاشة مش بتبقى مطفية، بتظهر كلمة ويلكم بس وبتفضل معلقة بالشكل دوت. فحل كلمة الويلكم بس في الشاشة ديت بتبقى إن احنا نحلوها عن طريق إن احنا نطلع الرامات بتاعت البوكس دوت وننضفها كويس، بعد كده نركبها. السلام عليكم.